الوصفة ديّة بجد كل مرّة باعملها بتبهرني من جمالها وسهولتها، وحقيقي كده تحس إن هي وصفة فخمة أوي. تعالوا نشوف عملناها إزاي مع بعض. في بولة العجّان كده أو في أي بولة عندِك هانزل ب3 كوبايات ونُص من الدقيق، عليهم معلقتين ونُص من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وحبّة واحدة من البيض بدرجة حرارة المطبخ، وما ننساش رشة الملح. هانزل عليهم بكوباية من الحليب الدافي، بس هانزل بيها تدريجي كده، أعجن العجينة كويس جدًا، يعني بتاخد معايا حوالي 7 ل8 دقايق في العجان، وممكن طريقة العجن اليدوي بتاخد معاكِ 10، 15 دقيقة، كل ما عجنتيها بتدّيكِ نتيجة حلوة جدًا. أول ما تبدأ تلِم معاكِ كده بانزل عليها بمعلقة من الزبدة أو من السمنة أو من الزيت، المهم تعجني العجينة كويس لحد ما تحصلي على قوام طري كده وما فيهاش غير تلزيقة خفيفة كده. هابدأ أسيبها تخمر بقى، هاجهّز الحشوة، معايا نُص كيلو من اللحمة المفرومة، هانزل عليها بملح وفلفل أسود ومعلقة كبيرة كده من بهارات البرجر إذا متاحة يعني، وبعدين هابدأ أعجنهم كويس بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. الوصفة سهلة وحلوة جدًا وتستاهل التجربة فعلًا، يعني أحسن من طريقة البرجر العادي. هابدأ أكوّرها بالشكل ده، وفي القالب بتاع البرجر كده هابدأ أحط كيس بلاستيك، وبعدين أحط كورة كده، وأبدأ أضغط عليها، اعمليها بالحجم اللي أنتِ عايزاه. شوفي أنتِ عايزة حجم اللحمة قد إيه، اعمليها بالحجم اللي أنتِ عايزاه. لو ما فيش الأداة ديّة ممكن تشكّلي على إيدِك عادي خالص، أو ممكن تشكّليها في غطا برطمان برضه بتبقى حلوة. وفي طاسة على نار كده فيها معلقة واحدة من الزيت، هابدأ أنزل أو أسخّنهم كويس جدًا، وبعدين أبدأ أنزل أدّي تشويحة كده للبرجر، بتاخد معايا حوالي يعني إيه، من 7 ل8 دقايق كده، عشان اللحمة ما تنشفش وتشد معاكِ. وبعدين بقى في طاسة تانية كده على النار، هانزل بكمية حلوة من البصل، ينفع بصل أبيض، ينفع بصل أحمر، هابدأ أكرمل البصل ده، هانزل بمعلقة من السكر كده، وكل شوية بقى هابدأ أقلِّب وأضيف معلقة كبيرة كده من المَيّة وأقلِّب الجوانب، هيدّيكِ لون حلو أوي للبصل. هابدأ أخرّج البرجر بقى وأرجع البصل، بس حقيقي لازم تجربوا وصفة البصل مع الصوص مع الحاجات دي كلها، خطيرة يا جماعة، حلوة بجد وغنية كده وبتشبّع بجد. شايفين لونه بقى عامل إزاي؟ بالشكل ده. هابدأ أعمل بقى الصوص البرجر اللي أنا هاحطه عليه، معايا معلقتين كبار من المايونيز، ومعلقتين كبار من الكاتشب، ومعلقتين كبار من المستردة، وخيار مخلل كده مقطّع صغير، وده أحلى صوص ماك بقى هتعمليه، بجد خطير بينقل الساندوتش في حتة تانية. وسهل وبسيط، ويعني عاملة أكل مطاعم في البيت كده بس بطريقة حلوة. هنا العجينة اختمرت معايا بالشكل ده، هابدأ آخدها على الرخامة وأقطّعها، شوفي عدد أفراد أسرتِك قد إيه، وبعدين هابدأ تشكيلها سهل جدًا، بتبدئي تفردي كده، يعني بتفرديها كده بشكل يعني مدوّر كده، وبعدين في أي بولة عندِك بقى بالشكل ده كده، هابدأ أسكّن العجينة فيها بالراحة كده عشان ما تتقطعش، وبعدين أبدأ أنزل بالجبنة اللي هي الجبنة الشيدر اللي هي الخاصة بالبرجر، وتحطي قطعة من اللحمة وشوية من البصل المكرمل وشوية من الصوص اللي إحنا عملناه، وممكن كمان تحطي شوية من الخيار المقطّع شرايح، وكمان تحطي قطعة من الجبنة، وبعدين تبدئي تقفّلي وتخرّجيها.